لو كنت فاكر إن الفقر بيحكم مستقبلك، استنى تسمع قصة ياسين، الشاب اللي اتحدى الظروف وحقق المستحيل. أهلا بيك في عالم الحكايات والعبر. في قناة قصص وروايات ميدو هنعيش مع بعض قصص واقعية حصلت بجد، ورواياتها هتخليك تحس وتفكر وتتعلم. لو بتحب القصص اللي فيها مشاعر وتشويق وعبرة، يبقى أنت في المكان الصح. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو بتحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلي عليه في التعليقات، وكفاية الصلاة عليه نور وبركة. وما تنساش تعمل لايك وشير لأصحابك علشان يشوفوا القصص الجميلة دي معاك. شكرا ليك، ويلا بينا. في أحد أحياء القاهرة القديمة، وسط الزحمة والضوضاء والفقر، ولد ياسين. لا كان عنده فلوس ولا علاقات ولا حتى تشجيع من حد. أبوه عامل بسيط وأمه مريضة طول الوقت، والكل بيقول عليه ده حيعيش ويموت هنا زينا. لكن ياسين كان مختلف. كان كل يوم بيبص لنفسه في المراية ويقول أنا هغير حياتي حتى لو كل الناس ضدي. كبر ياسين، دخل المدرسة، وكان دايما الطالب العادي، مش متفوق، لكن مش بيسيب كتاب إلا لما يقرأه. كان يقعد في آخر الفصل ويفتح مجلات قديمة ويفهم بنفسه. أصحابه بيتريقوا عليه، يقولوا له أنت فاكر نفسك هتبقى إيه؟ دكتور ولا رائد فضاء؟ وهو يضحك ويسكت، بس جواه نار. مرت السنين وجاب في الثانوية العامة مجموع بسيط. الكل قال له كده خلاص مستقبلك انتهى، لكنه دخل كلية متواضعة وقرر يديها كل طاقته. كان الصبح في المحاضرات، وبالليل بيشتغل في كافيه علشان يساعد في مصاريف البيت، وفي نص الليل يذاكر، يتعلم، يشوف كورسات مجانية، يطور نفسه في البرمجة واللغات. لو كنت بتفكر توقف الفيديو، فكر في ياسين اللي قرر يكمل رغم إن كل الدنيا كانت ضده. كمل معانا وشوف النهاية اللي قلبت كل الموازين. في سنة التخرج عمل مشروع تخرج بسيط، تطبيق يساعد الأطفال يتعلموا الحساب بطريقة ممتعة. فكرته كانت عبقرية، بس التنفيذ بسيط جدا. نشر المشروع على الإنترنت ونسى الموضوع. بعد أسبوع وصل له إيميل من شركة ألمانية: نحن مهتمون بفكرتك، هل تود الانضمام إلينا؟ وقف مذهول، مش مصدق. الدموع في عينيه، راح بسرعة عند أمه، مسك إيديها وبسهم. شايفة يا أمي؟ قلتلك هفرحك. سافر ياسين ألمانيا، بدأ من تحت الصفر، اتعلم اللغة واتطور ونجح، وبقى من أهم المبرمجين في الشركة. بس كل سنة وقت الأجازة يرجع لبلده، نفس الحارة، نفس الناس، بس المرة دي شايل معاه شنط مليانة أدوات مدرسية لولاد الحي. يقف قدامهم، يوزع الأدوات ويقول لهم أنا كنت زيكم بالظبط، بس أنا ما استسلمتش. الكل يسقف له والعيون بتلمع أمل. الفقر مش عيب، الاستسلام هو العيب. طول ما قلبك مليان إيمان، مفيش حاجة اسمها مستحيل. ولو وصلت لحد هنا، قول لي رأيك في التعليقات، وما تنساش الاشتراك لو مش مشترك، وتفعيل زر الجرس، واللايك الجميل زي حضرتك. واشوفكم في القصة الجاية. استودعكم الله.